عايزك تبصي عليه وتقولي لهم انا مش عايزه اعمل مع ابني اللي انتوا عملتوه، مع بنتي اللي انتوا عملتوه معايا. انا مش عايزه اعمل مع بنتي اللي انتوا عملتوه معايا. في حاجات كتير انا ما اخدتهاش. في حاجات كتير انا ما اخدتهاش، بس انا هحاول اديها لبنتي. بس انا هحاول اديها لبنتي. عايزك تلفي وتبصي عليا. بصي يا بنتي. انا متحفزه. بالظبط. هي اصلا كانت الاتيتيود بتاعها والبوستر بتاعها اتغيرت تماما اول لما بصيت يعني. اوكي، انت حاسه بايه؟ انت دلوقتي حاسه، خليني اسال سؤال تاني، دلوقتي حاسين مين الاكبر، انت ولا هي؟ انت. حتى من وقفتها شايفه نفسها اكبر. قولوا لهم شكرا على المجهود. شكرا على اللي انتوا اديتوه. انا شاكره لكم على انا شاكره لكم عليه. وحتى لو في حاجات حتى لو في حاجات انتوا ما قدرتوش تدوهاني، انتوا ما قدرتوش تدوها لي، بس انا عارف ان انتوا اديتوني اللي تقدروا عليه. بس انا عارفه ان انتوا اديتوني اللي تقدروا عليه. وانا شاكره لكم. وانا شاكره لكم. وبعد اذنكم وبعد اذنكم انا هدي منه المناسب لبنتي. انا هدي منه المناسب لبنتي. هعمل كده بحب. وهعمل كده بحب. لفي وبصي. قولي لها انا مش ام مثاليه. انا مش ام مثاليه. ولا اهلي كانوا اهلي مثاليين. ولا اهلي كانوا اهلي مثاليين. ولا انتي بنت مثاليه. ولا انت بنت مثاليه. ولا محتاجه تكوني مثاليه. ولا محتاجه تكوني مثاليه. اهلي عملوا اهلي عملوا اللي يقدروا. اللي يقدروا عليه.
ولما انت تبقي ام ولما انت تبقي ام اعملي اللي تقدري. حاسه ان انا كبيره وهي صغيره. حاسه ان هي مرتاحه في مكانها. حبيبه امها. اوكي سو عشان بس ما ناخدش فيها وقت طويل، كل ما كان البيرنت مستريح مع الاهل مع البيرنتس بتوعه، كل ما هو بيتكلم مع اولاده هيبقى واخد مكانه. كل ما كان الام او الاب عندهم مشاكل هنا مع امهم وابوهم، وهو بيتعامل مع اولاده هيبقى دايما مستني ان اولاده يدوله الفاليديشن ان هو احسن من اهله. فساعتها الولد دايما هيبقى هو الكبير زي الدينامكس الاولانيه. هي هنا كان عندك برضو شويه تحفظ كده سن، بس ستيل شكلك مختلف عن لما كانت هي. ليه؟ عشان خاطر هي مستريحه مع هنا. لو انت مستريحه مع اللي هنا حتى كان الولد عنده حاجات بس اوتوماتيكلي عارف مكانه، عشان ده عارف مكانه او دي عارفه مكانها. هي عارفه مستريحه مع اللي فات، فمش محتاجه تثبت حاجه ليها. انما لو انا مش مستريحه هنا هيبقى دايما محتاج اثبت حاجه هنا. معلش انا ممكن اسال سؤال؟ هو مين اللي مستني تاني الفاليديشن؟ لو انت مش مستريحه مع اهلك هتبقى مستني فاليديشن منها هي. ان انت جود ماذر. عشان انت متضايقه من مامتك او باباك ان هم ما كانوش بيرنتس كويسين. فبما ان هم ما كانوش بيرنتس كويسين فانا بقول لنفسي انا عايز ابقى ام لبنتي احسن ما كانت امي او ابويا ليا. ففي الحاله دي مين اللي هيختم؟ بنتي. ففي الحاله دي البنت بقت هي الاقوى. فلو البنت بقت اقوى هيبقى عندها شعور بالانسكيورتي. لو انا اكبر من مامتي طب مين اللي اكبر مني؟ مفيش. بس انما لو الام عندها مشكله هنا فهي هتبقى بتتكلم هنا وهي مستنيه الفاليديشن. لو الام ما عندهاش مشكله هنا هتبقى هنا واقفه، انا مش محتاج الفاليديشن بتاعتك. واقفه مريم مكان. اوكي. بريك. ثانك يو. معلش سؤال سريع. هو ليه